السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ وصفتنا النهاردة نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة ونفعل جرس التنبيه عشان يوصل لنا كل جديد. اول حاجة معانا النهاردة في وصفتنا رز بشعرية، ومعانا فراخ بانيه، ومعانا سلطة الطحين. نجيب حلة او بولة صغيرة، هنحط فيها ملح وفلفل اسود، ولو متوفر بصل بودرة وتوم بودرة، وهنحط شوية من الخل، وهنحط علبة من الزبادي. دي تتبيلة البانيه اللي هتخليه معاكي طري من جوه ومقرمش من بره. هنجيب حلة فيها صدور البانيه بتاعتنا اللي احنا مقطعينها. انا كنت مقطعاها قطع صغيرة وجبتها معانا زي ما انتوا شايفين، غسلتها غسلة كويسة ونشفتها من المية، ونزلت عليها بالخلطة اللي انا عملتها وركنتها في التلاجة. بعد كده هجيب حلة على النار، هحط فيها شوية من الزيت مادة دهنية، واحط الشعرية، واغسل قاعد الرز بتاعنا، واحط الملح، وهدي على الرز. وزي ما انتوا شايفين قاعد الرز كده مظبوط، لما المعلقة الخشب تثبت في الحلة في الوسطانية، وهدي عليه واسيبه يستوي براحته. بعد كده معانا 3 اطباق، هنحط في طبق حبتين من البيض او 3 حبات على حسب اللي عندك، او على حسب البانيه اللي عندك كتير ولا قليل. وهجيب عليهم شوية من الحليب وملح وفلفل اسود، وكده البيض بتاعنا جه. بعد كده هجيب الدقيق، نحط على الدقيق معلقتين من النشا. وبعد كده هجيب البقسماط بتاعتنا، وهحط عليها كيس من الفيجيتار. اول حاجة هنزل بالبانيه، هحطه في الدقيق، وبعد كده هنزل بيه في البيض. وبعد كده بعد ما انزل بيه في البيض هغلفه بالبقسماط على الفيجيتار الكنور اللي هو الحار او البارد زي ما انت عايزه. الفيجيتار ده وظيفته ان هو بيبقى حر شوية، وفي نفس الوقت يخليها طرية من جوه، قطعة البانيه طرية من جوه ومقرمشة من بره. بعد هنا ما خلصت الكمية كلها هو زي ما انتوا شايفين. ودي معانا سلطة الطحينة. هنجيب طحينة البوادر، عليها مية بقى، مية دافية ولا سخنة ولا ساقعة. وهجيب معانا ليمون، ومعانا شوية من الخل وكمون، وشوية من الشطة، وشوية من الملح، وتوم مفروم، وهقلبهم في بعضهم. وبعد كده ده شكل الرز اهو بعد ما خلص، وده شكل البانيه. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش دعوة